السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشهيوات نعيمه بكروم. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد ميني بسبوسه كما كتشوفوا بالفينو او الدقيق الفينو. ما شاء الله البنات راه تيجيو رائعين والمقادير ديالهم بساط والطريقه بسيطه. بسم الله على بركه الله البنات. غادي ندوزو المقادير والطريقه. بالنسبه للبنات المقادير اللي غادي نحتاج لهاد ميني بسبوسه، عندي هنايا 3 البيضات، عندي القشور ديال الليمونه، عندي واحد القبيصه الملحه، غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني بحال كما كتشوفوا. غادي نطرب كلشي بالطراب اليدوي بحال هكا. هنا البنات عندي واحد الكاس قل شويه ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، يعني الكاس ما عمرش مزيان. غادي نزيدوا على هذا البيض والقشور الليمون والفاني والسكر. هنا البنات من بعد ما زدت الكاس ديال سنيده غادي نخلط كلشي هكا. هنا البنات من بعد ما طربت البيض مع السكر غادي نزيد هنايا واحد الكاس العصير الليمون كما كتشوفوا. الكاس عامر، دائما هنا كنعبروا بالكاس ديال العنبه. بالنسبه لليمون البنات راه صفيتو من داك اللب اللي تيكون فيه. غادي نخلط كلشي. هنا غادي نزيد نص كاس ديال الزيت المائده بحال هكا. غادي نطرب كلشي. هنا البنات من بعد ما خلطت المكونات كاملين غادي نزيد واحد ربع كاس ديال ماء زهر كما كتشوفوا، النوعيه الجيده. غادي نزيدو على الخليط ديالي بحال هكا وغادي نخلط كلشي. هنا البنات عندي 2 كيسان ديال دقيق الفينو، غادي نشوف شحال غادي يكفيني. ديال الكاس الاول كما كتشوفوا، الكاس الثاني. بالنسبه للدقيق الفينو البنات يعني من النوعيه الجيده، يعني الدقيق الفينو الممتاز هو اللي درت هنايا في هذه البسبوسه. هنا البنات غنزيد 3 الخمرات كما كتشوفوا. حتى هما غادي نغلبوهم. غادي نخلط كلشي هكا. هنا البنات راه بان ليا الخليط باقي جاري، انا غنزيد مازال واحد الكاس اخر بالتدريج. ما تزيدوش البنات الدقيق بدفعه واحده باش ما يجيكمش الخليط ديالكم ثقيل بزاف. بقاو تزيدوا بشويه بشويه حتى تشوفوا الكميه اللي غادي تكفيكم. كما كتعرفوا ان هذا الدقيق الفينو راه داير بحال السميده، يعني كيتشرب بحال هكا. غادي نحرك الخلاط اليدوي. الريحه البنات طالعه في هذا الخليط ما شاء الله، الريحه ديال ماء زهر مع الريحه ديال الليمون. غنزيد هاد شويه اللي بقى ليا ديال الدقيق، يعني في المجموعه البنات 3 الكيسان ديال الدقيق الفينو. غادي نخلط. هاد البسبوسه البنات في ساعه كتوجدوها، يعني ما كطلبش منكم الوقت بزاف. من بعد ما خلطت الخليط ديال البنات غادي ندوز باش نجيب الليمون ديالي فاش غادي ندير البسبوسه. ها هما الليمون ديال البنات. بالنسبه لليمون فرشت فيهم هاد القويعات هادو اللي كندير فيهم الماضلين كما كتشوفوا. الا ما عندكمش البنات ماشي ضروري، ممكن تدهنوهم غير بالزبده ولا الزيت وترشوا عليهم شويه ديال الدقيق الفينو. غادي نبدا نعمر الليمون ديالي بحال هكا كما كتشوفوا. كنديروا غير القياس باش نخلي لهم فين يتنفخوا. غادي تزاد الحجم ديالهم بحال كما كتشوفوا. غادي نستمر البنات انا تنعمر الليمون ديالي وغادي نرجع معكم. هنا البنات من بعد ما عمرت الليمون ديالي كما كتشوفوا غادي ندخلهم للفران
اللي شعلتهم من قبل، وغادي نقص عليهم، غادي نحمرهم من التحت وغنحمرهم من الفوق. ها هما البنات ميني بسبوسه ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران وخليتهم حتى بردوا، وزينتهم البنات هادو زينتهم البنات بالكوك، دهنتهم بشويه ديال الكوفيتير ديال الفريز وزينتهم بالكوك. هادو البنات درت لهم شويه ديال البيرميسيل، كما كتعرفوا انا الوليدات عزيز عليهم الشكلاط. ما شاء الله البنات جاو رائعين بزاف بزاف البنات، وجاو زوينين وجاو رطبين، يعني بلا ما تسقيوهم البنات، ما يحتاجوش انكم تسقيوهم لان جاو رطبين البنات، وفيهم واحد المذاق اللي هو رائع البنات، المذاق ديال الزهر مع الليمون، يعني واحد ميني بسبوسه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه والمقادير بسيطه البنات. بسم الله غادي نحل معكم واحد البنات، تشوفوا كيفاش جايين تبارك الله في الداخل، جاو رطبين البنات كما قلت لكم البنات، ما تحتاجوا تسقيهم لا والو، تخليهم غير هكا. شوفوا ما شاء الله شحال خفاف، وجاو محمرين البنات من التحت، شوفوا ما شاء الله راه جاو خفافين البنات، جاو زوينين بزاف. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوهم بهذه الطريقه هذه، وإلا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.